ورجعنا لكم تاني يا شباب وحلقه جديده والجوله ال 29. شفنا الجوله ال 28 الدنيا ماشيه فيها كويس. تشيلسي راجع يكسب تاني، كسبوا 2-0 توتنهام، وهاري كين اللي راجع وما عملش اي حاجه، والهزيمه الثانيه على التوالي لتوتنهام عشان توسع الفارق وتركن تماما فرقه الفراخ عن المنافسه على صداره الدوري، ويبقى الفارق بينهم وبين ليفربول 9 نقط، وليفربول يتفوق 5-0 في مباراه كان خط الدفاع كان متألق، سواء ارنولد اللي عمل هاتريك اسيستات او فان دايك اللي جاب جولين، وطبعا حبيب قلبي روبرتسون اللي جاب كلين شيت وجاب 2 اسيست وخد بونص، فتمام زي الفل. وماني اللي جاب هدفين في المباراه ما خدش اي حاجه. وللاسف صلاح المباراه دي يعني كان في رهان كبير جدا على صلاح، كان الموست كابتن وما شاركش باي حاجه سواء بهدف او باسيست في اي هدف من الخمسه. بس عموما الدنيا هتمشي شويه لليفربول، فوز يديهم ثقه. بالنسبه بقى لمانشستر سيتي اللي فاز 1-0 بصعوبه مع ويست هام، اللي معروف ان هو بيعاند جامد جدا مع فرقه السيتيزنز، واجويرو جاب هدف من ضربه جزاء وما خذلش المليون وشويه اللي كانوا مكابتنينه، وهو كان السكند موست كابتن بلاير للجوله اللي فاتت. ارسنال برضو يكتسح بورنموث بخماسيه، مختريان اوباميانج اخيرا يعني بعد ما جبته ماتش ريح وما لعبش، والماتش التاني نزل بديل، وهو الحمد لله في الماتش التاني بيبرني ويديني جول و7 نقط غاليين جدا في الجوله دي. انا جبت 58 نقطه، كانت جولة متوسطة الحال بالنسبة لي، بس أحسن من الجولة اللي قبلها واللي قبلها. عموما أنا بحاول أزق فرقتي شوية لحد الجولة ال 31، وبعدين الدنيا إن شاء الله هتلعب معايا والظهر هيشتغل معايا إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي ما عندهاش فري هيت، خلي بالك الأسبوع ال 31 بيقرب وأنت ما عندكش فري هيت، فخلي بالك بقى، ركز كده. قدامك دلوقتي 3 جولات أو 3 تبديلات لحد الجوله ال 31، ممكن تعمل نيجاتيف 4 وتشتري 4 لعيبه تجهز بيهم فرقتك للاسبوع اللي هيبقى صعب عليك قوي لو انت معكش فري هيت، ورانك اكيد بتاعك هينزل جامد. خلينا نشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي. بص يا معلم، انت عندك تشيلسي ماتشهم حلو برضو في الجوله ال 31. هقول لك على لعيبه من تشيلسي تجيبهم. شفنا براندن روجرز عمل شغل حلو مع فرقه ليستر سيتي، ورجع ثنائيات فاردي واسيست ماديسون، رجعنا نشوفها تاني في الفانتسي. حاجه كمان برضو انك انت ممكن تراهن عليهم شويه. ويست هام برضو فرقه مش وحشه، ممكن تجيب منهم لعيبه. يعني عندك ليستر سيتي، عندك تشيلسي، عندك ويست هام، وطبعا اكيد ليفربول انت عندك على الاقل 1 أو 2 منهم على الاقل. فدفاع ليفربول يا عمي مع ماني مع صلاح مع فيرمينو، وان شاء الله الجوله تمشي. انت دلوقتي عندك 3 جولات، ممكن تعمل نيجاتيف 4 كمان ويبقوا 4 انتقالات، وتشتري 4 لعيبه يلعبوا معاك الجوله ال 31 ويلموا الخسائر اللي هتبقى فادحه لو انت ما بداتش تتصرف دلوقتي. خلينا نشوف بقى الجوله الجايه هتمشي ازاي. وما تنساش ان توتنهام هيلاعب ارسنال يوم السبت في افتتاحيات مباريات الجولة ال 29. خلينا بقى نبتدي في توقعات الجولة ال 29، بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل جوين الليج بتاعنا، هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشة، وتعمل لايك للحلقة وتشترك في القناة عشان يوصل لك فيديوهاتنا الجاية. واي استفسار عندك عن اللعبة سيب تحت في الكومنتس، ويلا بقى نبتدي توقعاتنا للجولة ال 29. نبتدي بحراسة المرمى. دخيا هيلعبوا المباراة الجاية ساوثهامبتون، واحتماليات الكلين شيت عالية جدا لفرقة مانشستر يونايتد اللي دفاعهم اتحسن بشكل كبير. المباراة اللي فاتت صحيح تلقوا هدف، بس ان شاء الله الرهان على كلين شيت من فرقة مانشستر يونايتد هيبقى عالي جدا في الجولة الجاية. خش بقى على خط الدفاع، وبداية بدوهيرتي. دوهيرتي طبعا هيلعبوا المباراة الجاية كارديف سيتي. شفنا المباراة اللي فاتت اللي كان عنده دوهيرتي خد مقلب كبير لان جه فيهم جول في الوقت البدل الضايع غير دوهيرتي اللي خد انذار، فرست ان دوهيرتي جاب نقطة واحدة. بس دوهيرتي المباراة الجاية قلنا كارديف سيتي مباراة حلوة، بيتقدم كتير، بيعمل اسيستات، وهو وخيمينيز بيشتغلوا حلوة قوي، سواء هو يعمل اسيست لخيمينيز وممكن تراهن بشكل كبير جدا على كلين شيت لفرقة وولفرهامبتون. تاني واحد هو ديفيد لويز. زي ما قلنا تشيلسي لو انت من الناس اللي عندهم الاسبوع ال 31 هيبقى اسبوع صعب ومعهوش فري هيت، ممكن تجيب لاعب زي ديفيد لويز في الدفاع. عندك لاعب كويس
جابوا كلين شيت المباراه اللي فاتت، والمباراه الجايه مباراه كويسه قوي ضد فولهام. معروفه طبعا فولهام يعني مسخره الدوري السنه دي، فانت ممكن تجيب ديفيد لويز ينفعك برضه الاسبوع ال 31، ويمكن كلين شيت يبقى مضمون وفي جيب قميصك الشمال. بالنسبه بقى لخط النص وبدايه بستيرلينج، ستيرلينج المباراه الجايه مع بورنموث ريح لحد كبير المباراه اللي فاتت، نزل في الدقيقه تقريبا 55، فالراجل اكيد هيبتدي المباراه الجايه ضد بورنموث وصباح الدفاعات التعبانه. بنتكلم ان بورنموث شالوا 5 من ارسنال المباراه اللي فاتت على طول، فرقه بتلعب مفتوح قوي، فرصه سهله جدا لمانشستر سيتي ان هم يشيلوهم 4-5 مستريح قوي. غير كمان اتغلبوا من ليفربول بنتيجه تقيله وصلاح هاتريك فيهم، يعني حالتهم صعبه قوي بصراحه. فستيرلينج هيبقى اوبشن حلو، او لعيبه مانشستر سيتي عموما في المباراه دي هتبقى اوبشن حلو جدا. تاني واحد هو هازارد. هازارد زي ما قلنا هيلعبوا فولهام، يعني فرصه هازارد ان هو يرجع تاني يتألق ويظهر تاني على الساحة. خلينا نقول ان فولهام بيتلقوا اهداف كتير، وبعد كمان ان هم مشوا رانييري، فالدنيا هتبقى وحشه قوي لفولهام اللي بيعانوا اصلا. بالنسبه بقى لخط الهجوم وعوده الامير هاري كين. هاري كين لعب المباراه اللي قبل اللي فاتت وجاب جول، والمباراه اللي فاتت ما عملش اي حاجه في المباراه هدموا فيها في تشيلسي طبعا 2-0، بس المباراه الجايه ضد ارسنال وهاري كين ارقامه جامده جدا ضد ارسنال. غير ان هاري كين معروف ان هو بعد ما يرجع من الاصابه بيديله هاتريكين، واحد سوبر هاتريك وهاتريك، يعني بيتصرف، لان اجويرو طاير دلوقتي بصداره الهدافين، وبرده هاري كين بيعوز ان هو يلاحق، وديته ايه يا عم؟ هاتريكين هيجيبهم هاري كين وهيجيب اجويرو. تاني واحد في خط الهجوم هو هيجوايين اللي يمكن لسه ما ظهرش يعني الرونق الكبير بتاعه. طبعا شفنا هدفين جابهم قبل كده في هدرسفيلد، والمباراه الجايه فرصه خطيره جدا لهيجوايين ان هو يثبت نفسه ويرجع يقول انا موجود، بعد ما كان رن جراس ان هو لعيب قوي جدا في الفانتسي بعد ما جاب هدفين في هدرسفيلد، بس رجع هادي جدا وما عملش اي حاجه من ساعتها. فالمباراه الجايه فرصه كبيره جدا لهيجوايين، وهو مش عند ناس كتير، هيبقى ديفرنشال مهم جدا للجوله الجايه. بالنسبه بقى لخيارات الكابتنه، ولازم مانشستر سيتي، يعني عندك اجويرو كابتنه وعندك ستيرلينج كابتنه، كل ده شغال. تاني واحد ممكن تفكر في كابتنته، ممكن تفكر كالعاده طبعا تكابتن هاري كين. المباراه الجايه ضد ارسنال وارقام هاري كين يعني ما بتغزلوش في ماتشات زي مباريات ارسنال. ممكن تكابتن كمان بوجبا، عندهم مباراه حلوه قوي ضد ساوثهامبتون، وبوجبا حتى المباراه اللي فاتت يعني لما كانت الدنيا تعبانه جاب له اسيست. اخر واحد في الكابتنه وهو يمكن الريسك رغم ان هو لاعب كبير هو هازارد، لان تشيلسي مستواه متقلب مش ثابت، صعب انك انت يعني تراهن على لاعب منهم ويعني تحط له كابتنه، بس ممكن تكابتن هازارد في المباراه دي ضد فولهام. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ويلا فانتسي والجوله 29. ما تنساش تعمل جوين الليج بتاعنا، هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه، وتعمل لنا لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك فيديوهاتنا الجايه، وتتفرج على حلقه فانتسي الدوري الايطالي مع فانتا لايف سيري A. هتلاقي الحلقه ظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، ويلا فانتسي.